بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمين العجائبي. النهاردة جبنا لكم معجزة جميلة جدا جدا ومختلفة من معجزات البابا كرولوس السادس، وهنعرف ايه هي حكاية صباح الخير يا عذراء، وحكاية قوموا يا بنات من هنا، قوموا من هنا يا بنات، وحكاية صورة البابا كرولوس على الفستان. بس قبل ما نعرف المعجزات والحكايات ديت، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمين العجائبي. يلا بينا نبدأ معجزة النهاردة. صباح الخير يا عذراء. نزل في يوم قداسة البابا كرولوس السادس عشان يصلي صلاة رفع بخور عشية كالعادة بتاعته اليومية، وهيلتف حوله عدد كبير من الشعب، ومن بينهم الشمامسة اللي اعتادوا ان هم ياخدوا بركة صلواته الطاهرة. وأثناء دورة البخور في الكنيسة، وأثناء ما البابا بيقوم بدورة البخور، وصل لأيقونة العذراء ووقف قدامها يصلي رافع البخور وهو يقول لها صباح الخير يا عذراء. وكان في ورا البابا واحد من الشمامسة، فاندهش واستغرب خالص من قول البابا صباح الخير يا عذراء، لأن الوقت كان صلاة عشية يعني بالليل. فقال الشماس في نفسه الظاهر ان البابا افتكر انه في رفع باكر لانه ما بينامش. وهنا التفت ليه البابا وعرف ان هو بيفكر في ايه، وقال له يا ابني انا عارف ان احنا بالليل، لكن العذراء في السماء وما عندهمش ليل، هي في نهار على طول، واحنا لازم نقول صباح الخير يا عذراء، هناك نور على طول ونهار على طول، ما يعرفوش الظلام ده ابدا. فسكت الشماس وعرف ان البابا كرولوس عرف ايه اللي في داخله من غير ما هو يتكلم، ويعني اللي كان بيدور في فكره من غير ما يقول للبابا كرولوس اي حاجة. وده بيدل على شفافية البابا كرولوس اللي احنا متعودين عليها في كل المعجزات اللي بنقولها عن القديس البابا كرولوس السادس. قصة تانية ومعجزة تانية، قوموا من هنا يا بنات. يعني ايه قوموا من هنا يا بنات وايه الحكاية دي؟ في يوم دخل البابا كرولوس لصالون الاستقبال في الدور الأرضي في البطريركية المرقسية بكلوب بيك، فلقى مجموعة من الناس في انتظاره، وضمن المجموعة دي الكبيرة خالص دي 3 بنات أنسات قاعدين على كنبة من ضمن مجموعة الصالون. فبص لهم البابا وقال لهم قوموا من هنا يا بنات بسرعة. فاتضايقوا البنات ال3، ليه يعني واشمعنا احنا دون عن بقية الناس كلها بيقول لنا قوموا من هنا يا بنات؟ فقالت واحدة في نفسها هو البابا عنده ناس وناس واشمعنا احنا يعني؟ وهمست واحدة في اذن صديقتها التانية وقالت لها اكيد احنا ما عندناش واسطة عند البابا علشان كده قال لنا قوموا من هنا. بعد ما اتحركوا من مكانهم بحوالي دقيقة ونص، وقع برواز كبير خالص كان متعلق فوق الكنبة اللي كانوا البنات دول قاعدين عليها. وفي اللحظة ديت نظر ليهم البابا كرولوس نظرة فاحصة وقال لهم عرفتي ليه يا بنتي قمت ليه يا بنتي قمتي من هنا انتي وهي؟ انا خايف عليكم، والبابا يا بنتي ما عندوش ناس وناس ولا عنده وسايط، انا ابوكم وانتم بناتي، ربنا يبارككم وتعالوا علشان اصلي ليكم. وده برضو بيدل ان البابا كرولوس قلبه حنين وطيب وبيحب كل ولاده وبيخاف عليهم من الاذى. والبابا كرولوس قلبه كبير جدا وحنيته ملهاش مثيل. صورة البابا كرولوس على الفستان. يا ترى ايه حكاية صورة البابا كرولوس على الفستان؟ هي من بنات الكنيسة في الجيزة، كانت حامل في طفلها الأول وكان ليها اشتياق ان تفرح، ولما قربت ايام ولادتها راحت لابونا الكاهن عشان يصلي ليها ويدعيلها ان هي تولد بفرح وسلام. وقبل ما تقرب لابونا كان لابس ملابس الخدمة يعني التونيا والطيلسانة. وقبل ما تقرب لابونا من بعيد كده ابونا شاف على فستانها صورة للبابا كرولوس السادس،
واول ما قربت منه بدأت تتلاشى او تختفي معالم الصورة دي واحدة واحدة لغاية ما قربت ليه، يعني بقت قريبة منه قوي. فاول ما ابونا شافها ومن غير ما هي تتكلم قال لها اهلا ام كرولوس. فقالت له لا يا ابونا، انا نفسي في مايكل. فقال لها لا، ده مش موضوعي، ده موضوع البابا كرولوس. وابتسمت السيدة دي وانصرفت بعد ما ابونا صلى ليها وطلب شفاعة البابا كرولوس السادس، وراحت لحال سبيلها يعني، وبتطلب من ربنا ان هو ينجيها ويديها بركة وتكون ولادتها سهلة ومش متعسرة. وعلى حساباتها البشرية ظنت ان هي هتولد في اول فبراير، لكن عدى فبراير كله ودخل مارس، وفي صباح يوم 9 مارس الساعة 11 الصبح ولدت مولودها الأول، اللي أول ما ابونا سمع بميعاد ولادتها اتحقق من وعد ورؤية صورة البابا كرولوس على فستانها انه كان 9 مارس عيد نياحة البابا كرولوس. لا وكمان الساعة 11 هي الساعة اللي سافر فيها البابا كرولوس لعالم الشفاعة في السماء. البابا كرولوس ده قديس عظيم وجميل، هو وحبيبه القديس الشهيد مريمينا، ويا بخت اللي يكون شفيعه البابا كرولوس السادس. ده مش معناه ان القديسين التانيين مش بيسمعونا او اي حاجة، لا بالعكس، يا بخت اللي يكون عنده قديس شفيع ليه متمسك بيه وبيطلبه في كل حاجة ويطلب شفاعته، وهو اكيد دايما بيكون معاه وما بيسيبهوش ابدا. زي البابا كرولوس، البابا كرولوس كان بيتسمى برجل الصلاة لانه دايما كان بيصلي في كل وقت وبيحب الصلاة جدا وبيعمل عشيات كتير، عشان كده كان عارف ان في السماء في نهار دايما ونور دايما، ما كانش فيها ظلام، ما كانش عندهم نوم او عندهم صحيان، لا هم على طول عندهم نهار وعندهم نور دايما دايم، لان هما موجود معاهم رب المجد يسوع. عشان كده كان حتى مش على صورة ام النور بس، على كل القديسين اللي بيعدي يرفع بخور قدام الايقونات بتاعتهم، كان كل ما يعدي من قدام صورة قديس يقول له صباح الخير، ويقول له صباح الخير حتى بالليل يعني في العشية. ودي حاجة كانوا بيستغربوا منها الشمامسة، لكن لما وضح لهم كده عرفوا ان في دايما فوق نور ونهار دايما. وكمان البابا كرولوس ما كان بيحب كل الناس، ما كانش فعلا عنده يعني ان هو بيختار مجموعة من الناس، لا ده كان بيحب كل الناس، ولما كان بيعمل حاجة من غير ما يعلن لأي حد ده عشان مصلحته او عشان هو بيحبه. وكمان هو كان بيعلن عن ذاته في اي وقت وفي اي مكان، زي الست اللي ولدت يوم عيد نياحة البابا كرولوس. شفاعة البابا كرولوس تكون معانا هو وشفيعه وحبيبه مريمينا، امين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. ياريت تقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة ياريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، واذكرونا دايما في صلواتكم. سلام.